السلام عليكم. هنا غنكتشفوا هاد البي او نسخه ديال الذكاء الاصطناعي فيه شحال ديال لي زوبسيون لي كاريكاتور، فيه انشاء الصور. غنمشي انا للمنقح اللغوي اللغه العربيه، محاسبه نفسك، بيرسونال انجليش تيتشر. كاين بزاف ديال لي زوبسيون اللي بغيت تيشارجيها. نقلب على شي حاجه هنا، بسيكولوجيست always help you. psychological expert يعني بسيكولوجي. نشوف واحد اخر هنا، نشوف هاد اكسبير اون بسيكولوجي، نطرح عليه السؤال: كيف انجح في حياتي المهنية ولا حياتي بصفة عامة؟ في حياتي بالعربية. الله يجازيك بخير. فين هذا يتعذب هنا يتشجع. ملخص لكل هذا، خليه يبقى يكتب، انا نتسناه. إذا كان ملخص موجز لنصائح تحقيق النجاح في الحياة: حدد معنى النجاح الشخصي بدلا من اعتماد تعريفات خارجية. ضع التركيز على تطور مستمر واكتساب خبرات جديدة بدلا من إنجازات محددة. تعلم كيفية التعامل مع التحديات بمرونة وصبر وتفاؤل. لا عيان هذا عيان. كاين واحد أحسن منه، هو بلي هذا أحسن منه. ماي بسي تيتشر. كيف أنجح في حياتي؟ ملخص لكل هذا: تحديد الأهداف، حدد أهداف واضحة وقابلة للتحقيق، هذه باينة. تخطيط والتنظيم، وضع خطة عمل مع خطوات صغيرة، يعني كل حاجة بغيت نوصل ليها دقة دقة. التعلم المستمر، استثمر في تطوير مهاراتك ومعرفتك، كل مرة كتطور شي مهارة جديدة، كل نهار كتزيد شي حاجة جديدة. إدارة الوقت، استخدم تقنيات فعالة تنظيم وقتك، بروغرام الوقت ديالك، ساعة لهادي، نص ساعة لهادي، ساعتين لهادي، شوية غنستريح، شوية غنخدم، شوية غنقرا، شوية. تنمية المرونة النفسية، تعلم كيف التعامل مع الفشل والتحديات، يعني بطبيعة الحال في الحياة ديالنا كيكون فشل، كنفشلو فشي حويجات، يعني ماشي كنستسلم، يعني كتكون مرونة نفسية. المقصود منها هنا هو فليكسيبيليتي. اف زيرو سافودير صافي فشلت، كنوض من جديد وكندير شي حاجة أخرى من الآخر. كاين لا نفسر هنا. العلاقات الاجتماعية، ابني شبكة من العلاقات الداعمة. العلاقات الداعمة ماشي اللي يديك شي حوايج، ماشي هي هاديك بحال اللي غيديوك اللبلية ولا اللي يخرجوك على الطريق، ولا العلاقات اللي بغا يعاونوك الداعمة. الداعمة بحال ديال سيبور في حياتك، ماشي العلاقات اللي بغا يخرجوا عليك. اهتمام، حيتاش تعرفنا على ناس ويخرجوا علينا في حياتنا، وكاين الناس اللي كنا عولنا عليهم خوا وبينا، وفي نفس الوقت كاينين الناس اللي زوينين وتعرفنا عليهم وعاونونا وساندونا في مراحل القوة ومراحل الضعف. هذوك هما الناس المزيانين، هذوك هما العلاقات الداعمة اللي كتستحق. اهتمام بالصحة النفسية، يعتني بنفسك، هذه كتهمنا. يعتني من خلال الأنشطة التي تساعد على الاسترخاء، الصلاة مثلا، العبادة، قراءة القرآن، احنا مسلمين. شنو مازال؟ الصحة النفسية، الصحة النفسية راه داخلة فيها حتى الصحة الجسدية، راه داك كلشي مرتبط. غنطرح عليه سؤال من بعد ديال أهمية الرياضة في الصحة النفسية. إيجابية والتفاؤل، حافظ على نظرة إيجابية نحو الأمور. وحنا في المغرب سيرتو الأحياء الشعبية، هاد النظرة إيجابية قليلة، كلشي معصب، كلشي. حاول تشوف الجزء المملوء من الكأس، ولا عمر نتا قاع داك الكاس وتهنى.
تقييم التقدم، قم بتقييم ما تحقق بشكل منتظم. هاد التقييم زوين، هاد التقييم هذا التقييم المقصود بالتقييم هنا واش كتقول مع راسك مثلا قبل ما تنعس، كتجي كتريح كتهضر مع راسك كتقول درت هاد الحاجه ودرت هاد الحاجه وهادي 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 كلهم حوايج زوينين فيا انا درتهم، دونك كتشكر راسك انا راه مزيان، انا غادي في طريق مزيانه. المثابرة، استمر في العمل بجد رغم التحديات، يعني كتبقى خدام رغم ما كيجيو العوائق، كتفشل وكتحطم. الأستاذ جرى عليك، المدير ديال الشركة دار معاك شي مشاكل ماشي هما هادوك، داك السيد اللي خدام عندو كيتزبل عليك كل نهار، كتسمع الهضرة خدم وما تديهاش فيه، راه سينون بيتصادع مع شي واحد بتصدق ضاربو قاتلو غادي للحبس. أهمية الرياضة في النجاح، في أهمية الرياضة في تطور الصحة النفسية والصحة بصفة عامة. نشوف غير الصحة النفسية اللي حنا كنهضروا عليها بزاف فهاد لاشين. تحسين المزاج، ممارسة الرياضة يؤدي إلى إفراز الأندورفين، وهي مواد كيماوية في الدماغ تساهم في تحسين المزاج وشعور السعادة. المواد كمسكنات طبيعية، تقليل الشعور بالاكتئاب والقلق، تقليل التوتر والقلق، مساعدة تقليل مستوى هرمون التوتر مثل الكورتيزول، مما يؤدي إلى تحسين القدرة على التعامل مع الضغوط اليومية والشعور بالاسترخاء. قاع هادشي كاين. زيادة الثقة في النفس كاينة حتى هي. تحسن مظاهر النتيجة، تعزيز النوم الجيد، بصح كتكون عيان وكتحطح كتجي كتنعس. تعزيز التركيز والانتباه، صحيح كاينة. فرص اجتماعية، انخراط في الأنشطة الرياضية كيخليك التواصل الاجتماعي وبناء علاقات مزيانة، كيف قلنا علاقات اللي تعاونك في حياتك، يعني شي حاجة زوينة. السبور، توفير روتين يومي الروتين يومي اللي كيعمر ديك الوقت ديالك، زوينة. تحسين الصحة العامة، اييه هضرنا عليها وذكرها لنا هنا، بشكل ايجابي على الصحة والراحة الجسدية. شي حاجة اخرى نسولو عليها، كيف استرخي او ارتاح من التعب بشكل مميز. التأمل بضع دقائق يوميا، هذه راه عندنا في الصلاة حنا التأمل، فاش كتصلي وكتدعي الله، مكان هادئ، إغلاق عينيك، التركيز على التنفس. اليوغا حنا عندنا الصلاة حيد عليا. الاستماع إلى الموسيقى مزيانة، عبد الهادي بالخياط، شوية الغيوان. سميت الاخر عبد الحليم حافظ، يا سلام على عبد الحليم حافظ، عبد الحليم حافظ رائع. فيروز، جوليا بطرس، المقاومة. تسمع الاغاني الجهادية، داكم نمشيو نضربو ليا لاشين بشي سترايكات. نزهة في الطبيعة، اييه الطبيعة، واخا الله يجيب الشتا الله يرحمنا. حمام دافئ وحتى الحمام البارد. القراءة، القراءة زوينة بصح خصوصا الا ما كانش فيها شي حاجة ديال التفكير. ما القراءة على حسب، كاين اللي عزيز عليه القراءة يقرا مسائل اللي هي فكرية، وكاين اللي كيقرا مسائل روايات، على حسب المزاج، على حسب عاوتاني. دابا حنا كنهضروا على الاسترخاء ما غاديش تمشي تقرا شي قراءة اللي هي فكرية. باش تقرا قراءة فكرية خص تكون ديجا مرتاح باش تمشي تقرا وتفهم وتركز وتحط دي نوط. وهذا هنا كنهضروا على القراءة ديال الاسترخاء، يعني شي حاجة د الروايات، ممارسة هواية. اللي عنده شي هواية يديرها، اللي كيلعب التنس، اللي كيلعب الجولف، عفوا الجولف دابا زادوه في
الرياضات المدرسية تزداد العام نسيتها، ممارسة الغولف، وذلك تنزيلا لمقتضيات المذكرة الوزارية. العومان، الجدرة، المشي راه هواية. المشي، تقنية التنفس البطيء، شي ما كنهتموش به حنا. التنفس يتنفس شاهق زفير شاهق زفير شاهق زفير، وعاد 5 دقائق راك كترتاح. تدليك حيد عليها هادشي ما عندناش. النوم الجيد، تنعس بكري. شي حاجة أخرى نسولو عليها؟ العمل. كيف التفاهة، كيف أبتعد من التفاهة في التيك توك والفيسبوك. تحديد الأهداف، حدد ما تريد تحقيقه. تنويع المحتوى، ابحث عن محتوى تعليمي أو ملهم. الإلهام، شي حاجة ديك الثقافة، الفنون، تنمية العلوم. إلغاء متابعة المحتوى التافه، هذه اللي كانت تسنى يكتبها راه كتبها. إلغاء المتابعة لأي حاجة تافهة، هذه حاجة مزيانة. صافي كدير إلغاء وما كتشوفش داك الالغوريثم ديال هذيك اليوتيوب ولا ديال الفيسبوك ولا ديال التيك توك، كيعطيك غير داكشي اللي متبع. استخدام قوائم القراءة أو المفضلة. تفعيل خيارات التخصيص، قاعد شي ما فهموا الخوارزميات هضرنا عليهم. تحديد الوقت، ضع وقت حداني الوقت الذي تقضي على هذه المنصة، خصوصا بالليل تبعد عليها قبل ما تنعس باش تنعس مرتاح. ممارسة الوعي الذاتي، كن واعيا من مشاعرك، يعني النقد الذاتي، تبقى تنتقد وقت ما كانت شي حاجة غتعطيك في التصفح، التوتر والملل ولا المشاعر السلبية تعطيها اتساع. التفاعل الإيجابي مع المناقشة الهادفة، أضع تعليقات إيجابية، ماشي حاجة هادفة. البحث عن بدائل، إلا كنتي كتحس بلي التيك توك والفيسبوك ما كيعطيوك حتى شي حاجة، ما كيفيدوك والو، قلب على بدائل بحال اليوتيوب. اجي عندي انا تفرج فيا مثلا، اجي ترتاح. انا ديما معكم هنا. تخصيص وقت الانشطه اخرى، الرياضه وداكشي كامل. المهم هاد الهضره بدات كتعاود. كان هادشي كلشي بالنسبه للفيديو ديال اليوم. ايوا جيت ارتحت، وحييكم، تهلاو.